طب انت شفت اي حاجه غريبه في الميدان او في منطقتك او في اي حته؟ لاحظت اللي في عمارتنا دار نقش مم. اسمها دار ميرت. مم. أثناء الضرب وأثناء شارع محمد محمود وكده مم. كانت بتوزع خوذ واللي هي بتاعت العين والكمامات وكده ببلاش على الناس. هي فين في عمارتنا في 6 شارع السنين. مين صاحبها؟ محمد هاشم. محمد هاشم. وكانوا كان كل حاجة تلاقيهم يتلموا ويقسموا نفسهم مجموعات ويخشوا من أماكن مختلفة في الميدان. بيعملوا ايه؟ انت شفت بيعملوا ايه؟ أنا شفتهم بيعملوا ايه. بيعملوا ايه؟ يعني بيوزعوا، ممكن لو حضرتك مثلا ايه مش لابس خوذة ممكن يديلك ويقول لك يعني يحرمك يقول لك خش وكده. مثلا يفضل يقول لك انت سايب اخواتك يضربوا جوه وكده. حصلت قدامي. بس اثناء الضرب وكده ما تلاقيهمش في الصف الاولانيه اللي بيضربوا. ما تلاقيهم فين؟ هم يقول لك خش وكده وهم ما بيخشوش، دخلوا الناس وهم يفضلوا واقفين. انت كنت متابعهم يعني؟ انا ايوه، بس انا بيتي يعني الشارع بتاعي بيطل على الميدان، فانا كنت بشوف كل حاجه يعني وكده. ماشي يا محمد، شاكرين. هو يعني الشيء المدهش انه دار ميرت، انا كنت وقلت هذا غير مره واعلنته، دار ميرت كان من في تقديري انا بنسميها حتى في المشهد الثقافي شله ميرت، من عناصر الفساد في الثقافه المصريه. دار ميرت دي والتسويق لكتب معينه وروايات معينه ودواوين معينه. في لعبه يعني دار ميرت كانت تلعب لعبه ايام النظام البائد ولم تمس. الآن أقول أنني لو تخيلت إبليس فلن أتخيله إلا في شكل محمد هاشم. محمد هاشم هذا ينشر الكفر، يبحث عن الكفر في كل مكان، يتحدى مشاعر الناس بشكل لا يتخيل. يعني أصدر كتابا لخليل عبد الكريم وهو رجل وهو من هو الأزهر وكفره مجمع البحوث الإسلامية وكفر الكتب والكاتب والناشر هو محمد هاشم. في هذا الكتاب، واسمح لي هذا مهم وقد أجرح مشاعر المشاهدين كثيرا، لكن لابد أن تنجرح، لابد أن تتألموا في قبل الثورة كلها، قبل ثورة 52 وبعد ثورة 52 غضب الناس لكرامتهم وغضبوا لدينهم. أنا لا أطالب بأي أعمال عدوانية، لكن أشعر من يخطئ أنه يخطئ. عندما أساء صلاح جاهين إلى الشيخ محمد غزالي أوقفه شباب الأزهر عند حده. انظروا ماذا يقول محمد هاشم في الكتاب الذي نشره لخليل عبد الكريم. إنه بدل من المقدمة يكتب الفرشة، هو يريد أن يقول أنه يتكلم على مستوى متخلف لناس متخلفين. يصف جلسات الرسول صلوات الله وسلامه عليه مع أصحابه بالقعدة، القعدة، ولا يذكر كلمة الرسول قط، وإنما يستعمل كلمة محمد ولا يعقبها بالصلاة عليه، كما يصف سيد البشر وخاتم المرسلين بأنه لابس النعلين. وأنه أنا أدرك أنني سأؤذي مشاعرك كثيرا، لكن احتملني لأن الناس يجب أن يعرفوا من هو هذا الصنف ومن هو ومن يدافع عنه أصلا، ومن يدافع عنه. والأكثر من ذلك أن كل النخبة تعتبر هذا مصدر ثقافتهم الإسلامية. طبعا، وتحرر وكل حاجة، يعني تحرر فكري، يعني تعامل مع الأفكار الإسلامية يصف بشكل الرسول منطقي. الكريم، يصف سيد البشر بأنه لابس النعلين. يعني يريد أن يعيرنا بأننا حفاة، وصاحب الملحفة، وآكل الشعير، وراكب البعير. يعني كل كلمة من هذه السخرية. والمدثر وسيد من وطئ على الأرض. وحين يصف السيرة المحمدية يقول ساخرا أنها ألذ من العسل الموصلي ومن تفاح الشام، ويسمي الصحابة بأسماء الجاهلية. فسيدنا أبو بكر هو عتيق، وهو أبو الإرهاب في الإسلام، وحروب الردة ليست من الإسلام في شيء. أما سيدنا عمر فهو العدوي ويتهمه بأنه جبان. ويصف السيدة عائشة بالصبية تارة وبالغندورة تارة أخرى. ويصف نبي الله يوسف عليه السلام بالولد الحليوة. هذا هو محمد هاشم وخليل عبد الكريم.
أم المؤمنين خديجة يتهمها بإقامة علاقة غير سوية مع رهبان من النصارى، وأن الرسول يدعي هذا الفاجر الفاسق. اسمح لي، أنا مستعد لأي قضية يرفعها علي، يعني قد ينالك أجر أن ترفع عليك قضية ولنذهب إلى السجن وليحدث ما يحدث إن شاء الله. يتهم هذا الفاجر الرسول صلوات الله وسلامه عليه أنه كان يشرب الخمر، وأن السيدة خديجة هي التي قامت بتدبير حكاية النبوة. يقول بالنص: هي امرأة ذات فراسة كانت تستشرف المستقبل وتفرز الرجال ثم تقوم بشحنهم وتهيئتهم للرسالة، هذا بالنص. وأن ما فعلته خديجة مع الرسول في تحضيره للنبوة فعلته بقرار من مرجعيات دينية عليا، يعني بذلك تأثيرات يهودية ومسيحية. وأنا أكتب في هذه الورقة أن يعني كل ما بين علامات التنصيص ومعظم ما أقوله داخل علامات التنصيص هو أقوال خليل عبد الكريم التي نشرها هذا الفاجر محمد هاشم. آيات القرآن يدعي هذا الفاجر أنها كانت متوافقة مع، طبعا هو لا يؤمن أن القرآن منزل من السماء، متوافقة مع هوى النبي أو مصلحة كبار أصحابه. وكلما واجه النبي، لم يقل النبي، كلما واجه محمد عليه الصلاة والسلام، كلما واجه ورطة تهل عليه آية كأنوار الفجر، انظر إلى السخرية، كأنوار الفجر الرائعة. وهكذا أثبت الذكر الحكيم أنه يدور مع القائد المظفر حيثما دار، ويصاحبه أينما ذهب، ويواكبه أينما تحرك. وما أن يتعرض محمد لضائقة أو يوقعه أصحابه في ورطة أو تتآمر عليه نساؤه تشرق إحدى شموسه، نعني آياته، تجلو عنه الظلمة وتبدد من حوله العتمة وتعيد إلى أساريره البهجة. يتكلم في فصل آخر عن القرآن وأنه آيات كريمة أشرقت لرعاية القائد وأخرى لتلبية رجاوات تبعه، يقصد بتبعه الصحابة رضوان الله عليهم، ويعني أن القرآن العظيم كان مجرد مطيبات. وهذا وصف شيخ من شيوخ الأزهر يحاب الرسول وأصحابه، كما أنه ليس قرآنا واحدا بل قرآنين اندثر أولهما في مدى 40 عاما. أما ما بقي لنا وهو مصحف سيدنا عثمان. يقول بيان مجمع البحوث الإسلامية الذي أفتى بكفر الكتاب ومؤلفه وناشره، ناشر محمد هاشم، الذي تداعت كل أسراب وقطعان العلمانيين يعني أمس عنه كي تدافع عنه. يقول بيان مجمع البحوث الإسلامية الذي أفتى بكفر الكتاب ومؤلفه وناشره أن خليل عبد الكريم يقول أن النصوص المقدسة، يعني القرآن والحديث، انبثقت من أحشاء مجتمع بالغ الركود والتأخر والتخلف، وتفتحت أكمامها من بيئة شديدة التدني. ده صفحة 250. والعبارة تعني أن القرآن عند الكاتب من تأليف الرسول وأصحابه، وأنه أشبه ما يكون بالفضلات القذرة، لأن الأحشاء لا تفرز غير الفضلات. يقول خليل عبد الكريم أنه يقدم رؤية جديدة للسيرة. ويقول محمد هاشم في الغلاف الخلفي للكتاب أنه يعني يكتب السيرة بطريقة جديدة تزيل اللبس عما كان الناس جميعا لا يفهمونه. يتكلم عن موقف السيدة خديجة من ابن عمها القس حيث قامت بدور لا نجد له في الأديان مجرد شبيه. انظر كيف يقول: إنها ملحمة خالدة سلخت من عمر الطاهرة والقس عقدا ونصف العقد من الزمان في الإعداد والتصنيع والتهيئة والتأهيل. هو يقصد أنهم صنعوا سيدي وحبيبي ومولاي رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإعداد والتصنيع والتأهيل حتى طرح ذلك العامل الصبور الدؤوب المتأني المخطط والمرسوم بدقة متناهية ثمرته الناجحة. وحدثت واقعة غار حراء بصورة فذة معجبة أدهشت حتى فاعليها، يعني وهما سيدة نساء قريش وورقة بن نوفل، لأنها جاءت بصورة لم تخطر لهما على بال. ولا شك أن هذا النجاح يؤوب بنسبة كبيرة إلى موضوع التجربة وهو محمد، فقد كان عبقريا لا يفري فريه أحد، ذلك أن سيرته الذاتية وخبراته الشخصية وملكاته العقلية والنفسية واللسانية كانت ركائز أساسية في فلاح التجربة. ويقول: ما أن يلقى محمد ملاك الرب جبريل فتتلقاه زوجته بين ذراعيها وتأخذه في أحضانها وتهدهده وتطمئن فؤاده، وهي تفعل ذلك كما الوالدة على ولدها،
ومن جانب آخر كيما تثبته حتى لا يتوقف فتفسد التجربة بأسرها وتذهب هباء منثورا أدراج الرياح كل الجهود التي بذلتها. ويقول صعق لموت خديجة، يعني في نفس هذا التيار يعني أن الأمر كله مصنوع. ويقول أن ورقة بن نوفل كان يطمع في النبوة لنفسه، ولكنه تيقن أنه لا يصلح لافتقاره إلى الصفات الجوهرية اللازمة، الشخصية الأسيرة وموهبة الخطابة والتأثير في المخاطبين، فاقتنع بحسن اختيار خديجة لمحمد، وأنه خشي لتقدمه في السن أن يموت قبل أن يرى المعجزة تتحقق، فطفق يستعجل خديجة، ولكنها لحكمتها وسعة أفقها ورجاحة عقلها لم توافق على التسرع، وتمسكت بحبال الصبر، لأنها أدركت أن التجربة تحتاج زمنا حتى يقيض لها النجاح. وهذا ما حدث بالفعل في صورة مذهلة. يعني هناك كلام كثير مثل ذلك، لكنني أكتفي بهذا القدر، وأنني أريد من كل المشاهدين أن يتألموا، أن ينذبحوا، أن ينزفوا من مثل هذا، وأن يشعروا بمدى تقصيرهم من أجل دينهم.